السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. طبعا كالمعتاد بنبتدي الفيديو بتاعنا اول حاجة بان احنا بنصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني حاجة ان احنا بندعي لولادنا واهلنا واخواتنا في فلسطين، ربنا يسترهم وينصرهم ويكبر بخاطرهم يا رب. عاملين ايه؟ وحشتني. موضوع النهارده او دردشه النهارده، انا جايه ادردش مع مرحله في السن جميله، جميله جدا. عايزين كلنا نعيش المرحله دهيت بكل جمال فيها، بكل اريحيه فيها. مرحله سن الخمسين. طبعا هنا اللي بيسمعني بناتنا اللي هو في العشرينات والثلاثينات هيقولوا لا الفيديو ده ما ينفعناش، الفيديو ده مش لينا. انت يا طنط هتكلمي مرحله سن الخمسين؟ هقولك لا، برضو الفيديو ده ليكي وهينفعك. ان انت لازم تكوني جاهزه للمرحله ديت، ان انت لازم تكوني مستعديه للمرحله ديت، فتره الخمسينات. انا لما تميت الخمسين في البدايه ما كنتش جاهزه لها، لكن لما قعدت بعد كده وقعدت اشوف انا كان لازم اعمل كده، انا لازم آه، اسوي كده، لقيت ان انا كان فايتني حاجات كتيره قوي. فتره الخمسينات دي على فكره بجد من اجمل الفترات، اللي احنا بنقول فتره اللي هو نص راحه لينا، تلات ارباع راحه لينا، وهكذا. فترة ديت احنا عشان نوصل للخمسينات فده معناه ان اولادنا ما شاء الله ولا قوة الا بالله، في منهم اللي خلص الدراسة بتاعته، المرحلة التعليمية بتاعته، في منهم اللي اتجوز، في منهم اللي لسه فيها على وشك انه يخلص المرحلة التعليمية بتاعته. احنا بقى دورنا في المرحلة دي ايه؟ دورنا ان احنا ناخد شوية راحة، ريلاكس. ما نبقاش مش 24 ساعة في اليوم، ما نبقاش ال 48 ساعة في اليوم اللي احنا بنخلقها لنفسنا شغالين، مخنا شغال، رايحين جايين بنفكر الكلام ده كله. لا، احنا هنا بنيجي بقى في سن الخمسين كده، احنا في فترة الراحة شوية. عمرنا ما هنبقى في فترة التعب والتفكير والمجهود اللي قبل السن ده. قبل السن ده كان اللي هو ولادنا صغيرين بتوع العشرينات بقى، البنات الجميلة اللي لسه متجوزة، والتلاتينات اللي ولادها لسه مولودين، بودي حضانة، بودي مدارس، بودي دروس، تمارين، وهكذا، اللي هو على طول شغالة في دايرة ما بتخلصش. طبعا ده صح، مش هقول لك لا، عشان في الاخر تلاقي نفسك ان انت ربيتي صح، بنيتي صح، الكلام ده كله اللي انت هتعمليه في صغرك هتجنيه لما تكبري ان شاء الله. اللي هو فترتنا احنا بقى، احنا بقى دلوقتي فترتنا بتاعت الخمسين، المفروض نعمل ايه؟ المفروض حاجات كتير جدا احنا بجد كنا اهملنا نفسنا فيها. اول حاجه طبعا بوصي نفسي قبل ما اوصيكم صله الرحم. في ناس كتير من اهالينا ما كناش بنزورهم، ما كناش بنتصل بيهم، ما كناش بنشوفهم، كنا مأجلينها مش بقصد والله، كنا مأجلينها علشان اوقات كنا بنروح واوقات لا، ده مش معناه ان احنا قاطعينها. اوقات كنا بنأجلها واوقات كنا بنعملها، بس عشان كان بيبقى علينا لود كتير جدا. لا، اللود خف. اول حاجه هنهتم بيها صله الرحم، ان احنا نزور اهلنا ونطمن عليهم. بدل ما كنا بنزورهم مره كل شهر، لا، هنخليها مره كل شهرين، نتصل بيهم يوم ويوم، وهكذا. نرجع تاني كده نقوي صله الرحم زي ما كانت زمان. مش كده وبس، عايزين كمان بقى نبتدي نهتم بصحتنا، هضمنا، وشنا، جسمنا، الكلام ده كله. نهتم بصحتنا. اللي يقدر يروح جيم والله يروح. انا بشوف في الجيم، انا ما بروحش، بس انا بشوف في الجيم لما بروح كده كل فين وفين، بشوف ناس كبار ما شاء الله ولا قوه الا بالله بيروحوا الجيم، بيحافظوا على نفسهم، ده مش عيب، ده برافو عليهم. بس انا ما بروحش كسل، بس بعمل حاجه تانية. ايه هي؟ ان انا يوم ويوم مش يوميا بنزل اتمشى من نص ساعه لساعه الا ربع. اتمشى كده واخده ازازه الميه، وزوجي ياخدني وننزل نتمشى، نعمل الشوبنج بتاعنا، نتمشى لمجرد التمشيه، وهكذا، ونرجع. بتفيدنا جدا. نبتدي بقى نهتم بالفيتامينات بتاعت جسمنا، احنا جسمنا محتاج فيتامينات جامده جدا، فيتامين دي على فيتامين كالسيوم على كل اللي احنا مؤجلونه ده كله. نهتم بعظمنا، ماشي، عظمنا، عشان زي ما قدرنا نخدم اولادنا نقدر بعد كده احنا كمان نقدر نخدم نفسنا، ناخد الفيتامينات بتاعتنا، وهكذا. نبتدي بقى نخصص لنفسنا وقت. ايه هو؟
ان احنا مثلا كمان ننزل نتمشى، نشوف اصحابنا، نخرج معاهم، الكلام ده كله حاجه كان نفسنا نعملها. هقول لكم حاجه جميله جدا. زمان لما اخواتي، لا لما ولادي كانوا صغيرين، كان كل طموحاتي كانت بسيطه جدا وهم صغيرين قوي، ان انا اعمل لنفسي سندوتش جبنه رومي، كوبايه شاي بلبن، واكلهم واشربهم وهم سخنين. طب بلاش ان انا اشرب كوبايه القهوه بتاعتي وهي سخنه. طب بلاش. طب ليه بلاش؟ ايه يعني مجهده للدرجه دي؟ لا مش حته مجهده وبس، حته ان انا بلاقي حاجه ورا حاجه ورا حاجه لحد ما اخلص الحاجات دي، تبقى الحاجات دي انا عملتها بس باكلها بارده وبشربها بارده. فيلا بقى، يلا ناكل اكلنا سخن، يلا نشرب القهوه بتاعتنا سخنه، يلا نشرب الشاي بلبن سخن، يلا كل حاجه كان نفسنا فيها وبنأجلها يلا نعملها. طيب ده معناه ان احنا نشيل ايدينا من ولادنا تماما، ملناش دعوه بيهم تماما؟ لا. انت قبل كده كنت يعني عارفه كل حاجه عن في ولادك، داخله في كل حاجه في ولادك، راحوا فين، اكلوا ايه، شربوا ايه، اتكلموا مع مين، قالوا ايه، الكلام ده كله خلاص انت زرعتي وعرفتي اولادك الصح والغلط، الحلال والحرام. دورك دلوقتي اصبح مرشد، انت بترشدي من وقت للتاني، بتخشي تقولي رايك، بتراقبي من بعيد بيعملوا ايه، بيصاحبوا ايه. ده معناه انك ما تشيليش ايدك، لا، ولازم من وقت للتاني انا اهو، انا معاكي، انا معاك، انا في ظهرك، انا في ظهرك. طب قول كذا، طب انت عملت كذا ليه، وخش معاه حوار. ده غير خالص اللي قبل كده، اللي لا كنت دايما لما نقول كذا لازم يحصل كذا، ولما حد يقول لك كذا تقولي كذا، وهنعمل كذا، كنت على طول تقولي تقولي تقولي. جه بقى وقت انك تقفي تشوفي شويه اللي انت قلتيه ايه اخباره، اللي انت زرعتيه ايه اخباره. انا ما بقولش ان احنا نشيل ايدينا، لا، احنا دلوقتي دورنا ان احنا بنراقب اولادنا من بعيد ونشوف. واكيد اكيد اللي تعب مع اولاده وحط الصح والغلط والحلال والحرام، اكيد اكيد يعني، مش اكيد، ده ان شاء الله بدون مقاطعه ان شاء الله هتبقى الثمره بتاعته ممتازه، الثمره بتاعته جميله. يبقى احنا علينا ان احنا نهتم بنفسنا، نهتم باهلنا، نعمل كل حاجه احنا كنا مأجلينها. ولادنا احنا برضو في ظهرهم وبنبص عليهم، اللي اتجوزوا بنساعدهم، بيشاورونا، بنديهم رأينا، الكلام ده كله. اهلنا نرجع نبص عليهم، نهتم بصحتنا، بالفيتامين بتاعنا، نهتم بحالتنا النفسيه، بالكلام ده كله. اي حاجه احنا كنا مأجلينها جه الوقت ان احنا لا، ان احنا بقى نتمتع شويه وان احنا نرتاح شويه، وزي ما تقول كده نقعد بقى ونتفرج اللي احنا عملناه ايه الثمره بتاعتها، ايه النتيجه بتاعتها، يا ترى خير؟ بس ان شاء الله خير. انا بقول لك عمرنا ما هنعمل حاجه حلوه وتبقى النتيجه بتاعتها وحشه. ربنا سبحانه وتعالى دايما بيبقى واقف جنبنا، ودايما بيشوف تعبنا وجهدنا وبيدينا احسن من اللي احنا كمان كنا متوقعينه. فيلا مع بعض احنا بقى الخمسينات نبتدي نشوف نفسنا شويه، نشوف حياتنا شويه، نشوف اللي احنا كنا مأجلينه ده كله نبتدي بقى نعمله من اول وجديد، ونخلي بالنا من اولادنا، ندي رأي، ندي نصح، لكن مش ان احنا نتدخل في حياتهم. احنا خلاص حطينا وبنينا، وهم ان شاء الله ان شاء الله هيكونوا خير نتيجة لينا ان شاء الله. وبرضو بناتنا اللي في العشرين والتلاتين، اسمعي الفيديو ده عشان تجهزي نفسك، عشان ما تلاقيش نفسك في الاخر لا انا اتفاجئت، انا مش جاهزة للمرحلة دي. لا، اجهزي وخليكي جاهزة للمرحلة ديت. وبجد كل مرحلة من حياتنا الحمد لله الحمد لله ليها جمالها، ليها زي ما بيقولوا كده رونقها، بس احنا نعيشها صح. اتمنى ان الدردشة بتاعتي دي عجبتكم، وان شاء الله ان شاء الله في مناقشات كتير بينا وبين بعض. وكان معتاد بقول لكم لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس، وهستنى اللايكات بتاعتكم كتير، وهستنى التعليقات بتاعتكم كتير. شكرا يا حبايبي، السلام عليكم.